عارفين يا جماعة الإحساس الغريب اللي بنحسه واحنا طالعين في الأسانسير، خصوصا في لحظة واحنا طالعين ولحظة أول ما يقف، الدوخة اللي بتحصل لك فجأة وجسمك اللي بيتهز فجأة، ده سببه إيه؟ فكرتش تسأل نفسك قبل كده هو احنا ليه ما بنحسش بحركة الأرض؟ ممكن نفسر ده كله بالفيستيبولار سيستم اللي موجود في ودنا، أو مركز التوازن اللي مسؤول عن توازننا. الفيستيبولار سيستم اللي موجود في ودنا ده هو زي بوني كافيتي، جواه سيليا أو شعيرات، جواها ميه، كافيتي جواه ميه وطالع منها سيليا او شعيرات بتتحسس تيربنس اللي ممكن يحصل في اي لحظه. طول ما في سرعه ثابته انت ماشي بيها مش بتحس باي ديستربنس في السائل ده، فبالتالي الفيستيبولار سيستم مش هيبقى ستيميوليتد، فمش هيبعت اي اشارات للمخ ان في حاجه غلط بتحصل. على عكس اول ما بتتحرك فجاه او بتقف فجاه، السائل ده فجاه بيطلع لقدام او فجاه بيرجع لورا، فلما يحصل ديستربنس للسائل ده الشعيرات دي بتبقى ستيميوليتد جدا، فتبعت اشاره للمخ ان في ديستربنس بيحصل او ان مفيش توازن. ساعتها لما الجسم ده يقف، وهنا بنتكلم مثلا عن الاسانسير، تحس في حاجه بتحصل غلط في توازنك. فانت طول ما انت ماشي بتسارع معين اثناء مثلا الاسانسير ما هو طالع في النص، الفتره اللي في النص، او اثناء ما الارض بتتحرك حوالين نفسها، او اثناء ما انت راكب مثلا قطر او راكب مترو او راكب اي حاجه، فانت مش بتحس باي ديستربنس في التوازن بتاعك، عشان انت جسمك بقى ادابتيف او تكيف مع السرعه اللي انت ماشي بيها دي. الماث بيسموها العجله. فاكره مثلا في الرياضيات كنا بنستخدم دايما عجله الارض وهي بمقدار ثابت. ثيوريتيكالي لو الارض وقفت فجاه انت هتحس بالاحساس ده، باحساس عدم التوازن، وده نفس السبب اللي بنحسه في وقت طلوع الاسانسير ووقت وقوف، بس كده.